يا زملكاوي ما تزعلش ان امام عاشور جدد للاهلي، احنا اصلا عندنا بلاوي اهم. بص كده على المشهد من ناحيتين، الاهلي عنده مشكله مع امام عاشور، قعدوا وتفاوضوا وشد وجذب وفي الاخر جدد له لحد 2030. طب تعالى بقى عندنا في الزمالك، احنا عندنا لاعب هربان وعندنا قضايا ومستحقات واقساط وملفات، كل ما تقول خلصنا يطلع لك ملف يقول لك استنى يا حبيبي انا لسه موجود. عبد الله السعيد لسه بره القايمه، يعني الاهلي بيسال هنجدد لامام بكام، احنا بقى بنسال هو مين اللي نقدر نجدد له اصلا. والاغرب اننا احيانا بنقعد نبص للاهلي ونقول بصوا بيصرفوا ازاي، بيجيبوا ازاي، وبيجددوا ازاي. يا جماعه ما هو عنده مشاكل بس بيحاول يحلها، ده الفرق اللي لازم نعترف بيه. احنا مشكلتنا مش ان الاهلي جدد لامام، مشكلتنا ان الزمالك محتاج يعرف يعيش طبيعي زي الاول. عايز تنافس اقفل القضايا، عايز تحافظ على النجوم ظبط العقود، عايز تجيب صفقات وفر فلوس، عايز تعمل فريق للمستقبل بطل تدفع فواتير الماضي بتاعت كل موسم. لان المشهد حاليا مؤلم بصراحه، الاهلي بيجدد الامام لحد 2030 واحنا بنجدد الامل كل موسم ان اخر قضيه تكون فعلا اخر قضيه. فمبروك لامام عاشور ومبروك للاهلي. اما احنا بقى ايه، حد يجيب لنا كوبايه شاي، شوف عبد الله السعيد هيرجع القايمه امتى، واللاعب الهربان هيرجع امتى، والقضيه الجايه جايه منين. تشتغل بطليق فول على الرايق. سلام.